لو كابتن محمود الخطيب شايف انه يقعد في البيت يقعد في البيت. اما ده الاهانه والمساخه اللي تعرضنا ليها النهارده يعني ما وردتش. كولر يمشي يمشي، ما عنديش مشكله. هتقول لي انت طالع تهد الفرقه ولا تهد الفريق ولا تهد النادي؟ لا، لان كولر اي حاجه بيطلبها بتتنفذ له، وده غلط. مشى مدير كوره كان ظابط اوضه اللبس، دلوقتي اوضه اللبس حاجه هرجله. امام عاشور لسه عايش في ميه الليفت، مفكر نفسه جاي هنا في نادي البليله يتخانق مع ده ويسهر وحفلات هو وحسين الشحات اللي يلعب ماتش و10. لا، الماتشات المهمه اللي مختفي ملوش دور، ما كانش موجود اصلا امبارح. وامام عاشور زيه، لان اللعيبه بتسهر، اللعيبه بتروح سينمات الساعه 6 الصبح. فانت عايز ايه؟ فدي نتيجه طبيعيه للي حصل. فاذا كان الكابتن محمود الخطيب ما فيش ضبط وربط ولا سيطره، خلاص يعني سيب الشغلانه دي وكولر يغور في 60 كحش. واذا امام عاشور حن للزمالك يرجع يغور. انت عارف انا امبارح يعني في الشوط الثاني او بدايه الشوط، نهايه الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، كنت عايز ايه؟ كنت عايز كهربا ينزل، كنت عايز عمرو السوليه ينزل، كنت عايز كوكا ينزل، كنت عايز ولاد الاهلي ينزلوا. ولاد الاهلي ينزلوا. يعني بيرسي تاو امبارح اللي كان شغال لوحده، الجبهه الثانيه زفت. حسين الشحات مش موجود، امام عاشور اللي بيساعد معاه مش موجود. يعني حوالي تلت الملعب كده مش معاك. وسام ابو علي امبارح كان 10 على 10. يعني اشوف ناس بقى تقول لك ده وسام ابو علي وما عملش معاه. لا، وسام ابو علي 10 على 10، محاولات بالهبل بس مفيش حد يساعد. مفيش حد يساعد. ده امبارح الاهلي اللي كان بيلعب، ده الاهلي اللي الاهلي وهو اسوأ فريق بيكون متخاف منه. امبارح لعيبه الزمالك نازله اول ربع ساعه رجلها بتخبط في بعض، بس احنا كنا زيهم برضه. ايه المسخره وقله الادب دي؟ ومش هننام بقى من التنطيط بقى وقله الادب اللي هنشوفه. دي ناس تفضل دايس على وشهم من كميه السفله اللي عندهم. انا مش بتكلم على المحترمين، المحترمين الف مبروك يستحقوا الفوز. انما لا، في عندهم سفله، محتاج تفوز وتفوز وتاكد فوزك عشان تفضل دايس على وش الاشكال الزباله دي. لعيبه بتسهر يابا وحفلات، وواحد بتاع محل ملابس ترزي يروحوا يسهروا عنده. فانت عايز ايه؟ منتظر ايه؟ على فكره والله انا كنت متوقع ان السوبر رايح مننا رايح، والله متوقع. تعالي على الكوره وتعالي على اللعب وتعالي في كل حاجه، خلاص انت اتكبرت، انسى انسى. وده نادي بالمظلوميه خد كل حاجه، بالمظلوميه خد كل حاجه. كل برامج دلوقتي على التلفزيون له. خالد بندق على المحور، اللي اسمه احمد مش عارف جمال ده على القناه مش عارف الشمس ولا اسمها ايه دي، اون سبورت. سيف زاهر على طول معاه خالد الغندور ولا اسمه ميدو. قناه اللي اسمها تن عليها اللي هو الاصفر ده، ومعاه الهجاص. كل الاعلام فين؟ الاعلام الاهلاوي مفيش اعلام اهلاوي. مين بيدافع عن الاهلي؟ حتى من ابنائه يدافع عن الاهلي بحراره زي ما هم بيدافعوا عن ناديهم. بيدافعوا بالكذب، بيدافعوا بالكذب لحد ما بيصدقوا نفسهم. انت فين؟ فين الناس بتوعك؟ فين الناس اللي تدافع عنك؟ حتى اللي طالع يتكلم زي احمد بلال ده قاعد في بيتك. انت مش كل من لاعب كوره يطلع يتكلم. ما هي دي مصيبتنا، تدي حافز للعيبه وتنام فرقتك. ده ما يجوش احسن، ده ما اعرفش ايه. طابع البس قله ادب ومسخره. امبارح من النادي الاهلي مش ما فيش روح موجوده. الروح بتاعت النادي الاهلي بتبقى موجوده في اصعب الاوقات، مش موجوده. احنا عارفين بنكسب بروح الاهلي بس. انما جاي لي واحد رشش لي شعره ومش عارف ايه، والتاني رشش لي شعره ومش عارف عامل لي كدش. فين طيب يا حبيبي؟ فين؟ اللعيبه دي هتتعاقب ولا مش هتتعاقب؟ هنفوق ولا مش هنفوق؟ وهنروح نتغلب لنا من العين الاماراتي بقى 3 4 5 0. ما احنا بقى ملطشه، ما احنا هنبقى ملطشه يا كابتن محمود الخطيب. انت ضيعت امبارح 2 مليون دولار ولا 2 مليون 700 الف علشان خاطر اللاعب كان فارق 300 الف دولار كنت تقدر تجيبه. الجمهور بقى حاسس بالفريق. فين الدوافع اللي عملتوها عند اللعيبه؟ كل اللاعب ضامن مكانه. امام عاشور بيروح يسرى الراجل وبيجي يلعب تاني يوم وما بيعملش حاجه. لا ماتش جورماي عمل حاجه الاولاني ولا اللي قبله، وبقى له الراجل ما في لا في اداء ولا في زفت ولا يحزنون بالماتشات ولا بيلعب كل يوم. ايه دوره في الملعب؟ مفيش، من يوم ماتش بيراميدز وانتهى على كده. وكوره اللي عملها في الماتش، كوره اللي جت جول وانتهى الموضوع. بقيت الماتش ما دورنا على امام عاشور تعالى قول لي هو فين.
اذا كان يبقى عايز يرجع زي ما في 60 داهيه. احنا الاهلي ما بيقفش عند واحد ولا عند حد ولا عند 10. حسين الشحات اذا كانش ينزل في المباريات، احنا عايزك في المباريات المهمه، انت فين؟ بس خد لك كورتين يكسر يمين ويشوط، يكسر يمين ويشوط، مظاهر قصادك الناس ما تلعب كوره. انما ما فيش دوافع للفوز. كولر ادانا له السيطره على اوضه اللبس، والسيطره هذه اللعيبه يا عم. هو كولر هيعرف لاعب بيسهر منين؟ هيعرف لاعب راح احتفالات منين؟ هل دي بدايه الهبوط يا كابتن محمود؟ هننزل في المستنقع احنا زي نادي البليله ده؟ هل احنا نستحق الاهانه دي؟ وفين الكابتن سامي قمصان امبارح من التغييرات اللي حصلت؟ فين يا كابتن سامي قمصان؟ فين؟ في اللحظات بتاعت الشوط الثاني دي انت عايز روح الاهلي. مين اللي عنده روح الاهلي؟ عمرو السوليه عنده روح الاهلي. ما نزلش ليه؟ لما لقيت اكرم توفيق تعبان نزل عمرو السوليه يا اخي، نزله مع قفشه. انت كنت عايز روح الاهلي، لعيبه تروح تلعب ضربات جزاء بتكبر، اسمه رامي ربيعه وعمر كمال اللي يعمل لي كده ويعمل لي كده. ايه اللي الادب دي؟ ايه يا حبيبي؟ على فكره من احسن اللعيبه اللي لعبت امبارح اهو، بقول لك تاني وهتقول لي ده انت غلط، لا، من احسن اللعيبه اللي لعبت امبارح يحيى عطيه الله، باستثناء الغلطه بتاعت الجول. والغلطه بتاعت الجول دي جت من حاجه. لو ارجع شوف المباراه 90 دقيقه، يحيى عطيه الله ما خطاش نص الملعب نادي الزمالك. يبقى ده غباء مدرب، غلطه مدرب. انت محتاج يحيى عطيه الله كان يخترق مره واثنين وثلاثه، انما يحيى عطيه الله اخره نص الملعب، وانت خليت الفرقه مضغوطه على طول، مضغوطه. فاللاعب اخطا. طبعا الخطا ده طبعا خطا ما كانش المفروض من لاعب كبير يحصل، لكن هو اخطا وجيت كملت عليه. لما اخطا خليته يلعب ضربه الجزاء، كان المفروض ما يلعبش ضربه الجزاء لانه بان ان اللاعب اهتز بعد الجول اللي جه بسبب غلطه ده. انما هو من اللعيبه اللي كانت عامله ماتش كويس امبارح. انما مين اللي حجم دورها؟ المدرب. ارجع شوف الماتش تاني هتلاقي راجل ما عداش نص الملعب. هل ده الاهلي اللي كان بيلعب امبارح؟ هل دي لعيبه الاهلي؟ امام عاشور جه لقى الدنيا بزراميط والدنيا حلاوه، وما فيش مدير كوره، ما فيش ظبط وربط، ما فيش لعيبه بتسهر يا عم الحاج. خلاص بدايه السقوط واحنا ابتدينا اهو. الزمالك خلاص هيصعد دلوقتي، الراجل خد فلوس الصوبه دلوقتي، راح هيجيب لعيبه وبيخلص في لعيبه. وانت يا كولر نجيب لك مش عارف مين بتاع زد، لا نجيب لك مين بتاع زد، اصل دي لعيبه معوقه باربع رجول. اما كابتن محمود الخطيب ما فيش حق. ما فين المفروض فين روح ولاد الاهلي في الموقف ده. انا ما كنتش عايز لعيبه محترفه في الماتش ده. انا كنت عايز روح ولاد الاهلي، عايز روح عمرو السوليه وروح مجدي قفشه. اللي على فكره مجدي قفشه امبارح ما كانش وحش، انما الموضوع بقى مجمل. حتى الكره اللي شاطها يعني عمر كمال عبد الواحد ولا رامي ربيعه ما عندهمش فرامل على فكره، ما فيش مخ. الاثنين لعيبه دول ما عندهمش مخ. يعني امبارح محمد مجدي قفشه نلاقي الفاول اللي لعبه ده ودخل فيه براسه رامي ربيعه، عارف لو وسع يا اخي سيب بقى، هي كانت رايحه كنا خلصنا من القرف والوش ده. انما الدب خبطه راس في السماء. وعمر كمال عبد الواحد ما فيش فرامل. يا حبيبي فرمل يا حبيبي. هو انا بس نازل قطر شغال؟ فين العقل هنا؟ ادي عندك بطوله السوبر جايه، وعندك البطوله اللي بعدها جايه بطوله الانتر كونتيننتال، ولا بقى الانتر الاول قبل السوبر. وبرضه هتروح هتقابل بقى 4 فرق، عندك الزمالك وعندك اللي هو الاسيوطي. وبقى نشوف بقى المسخره مع كل الفرق بقى. خلاص انت وقعت، وانت اصلا كله مستنيك تقع. اعلام بوزير شباب باتحاد كوره كله مستنيك اصلا تقع، كله عايزك تقع. يا عم ده بيطلعوا يكذبوا عليك ليل نهار في الاعلام، الواد اللي اسمه اسلام الاصفر ده ولا رضا الهجاص ولا غيره ولا بندق ولا اللي على القنوات التانية اللي هي بير السلم دي، وما حدش بيرد ولا رقيب ولا عتيد. حتى لاعيبه الاهلي اللي بتطلع على الاعلام تتكلم تحس ان عندها مياعه، غير بتوع الزمالك، عفوا بتوع البليله. بتلاقيهم حتى هو بيكذب بيتكلم بروح، بيبقى كذاب وعارف انه كذاب وبيتكلم بروح. انما احنا لعيبتنا فين؟ انا عايز انا ده. عايز ترد تحط صباعك في عينه وانت بتتكلم، تعمل ليك شخصيه زي ما هم ماشيين بالمظلوميه ما تمشي بيها، تبقى واخد حقك زياده وتعمل. شوف امبارح عملوا ايه في الملعب، وقفوا اللعب 10 دقايق. احنا لعيبتنا ما فيش حتى لعيب يروح على الحكم، عشان كده الحكم كان اي لمسه اليوم بيحسب. انت تتضرب ما كانش بيحسب لك حاجه.
ايه اللي الادب دي؟ نادى عيوطه بتاع تبالي خد كل حاجه، خد كل حاجه من الدوله دعم، خد كل حاجه من الاعلام دعم. بقول لك 4 5 برامج الرياضيه اللي شغاله في مصر، 5 6 برامج على الراديو وعلى التلفزيون كلهم زملكاويه. شوف امبارح مع ابراهيم فايق، شوف عفيفي بيتكلم ازاي، ولسه في الشوط اللي بين الشوطين ضربة جزاء للزمالك احنا اتظلمنا وبيتكلم. مين التاني الاهلاوي اللي يرد عليه ويديله على وشه؟ مفيش، اللي هو الفيلسوف ده. انما احنا مياعة في كل شيء. حتى كده من طالع من عندنا كوادر تتكلم وتهاجم وتهاجم وما تتنازلش عن حق، وزي ما هو بيدعي عليك تدعي على اللي جابوه. انما احنا ماشي، خلي بقى المبادئ يا حبيبي بتاعت انا اتعامل بيها. انما واحد ما عندوش مبادئ مدوس على وشه. انما هو ما يجيش يحججني بالمبادئ. المبادئ مش هتحطها شماعه على رقبتي ولا حبل على رقبتي. انت بعديم المبادئ، انا عاملك بعدم من يكون ما فيش مبادئ واطحن في وشك. انما ما شاء الله لا في كوادر من الاهلي اعلاميه تطلع كده تتكلم وتدافع عن الاهلي زي ما هم عندهم هجاصين شغالين 24 ساعه. بتفتح هنا زي ما عاملين زي ماسوره الصرف اللي ضربت. حتى سيد عبد الحفيظ اللي احنا بنقول يا مش عارف ايه يا ما هنا يا ما هناك برضه يطلع يتكلم بالشوكه والسكينه والادب والاخلاق. لا يا حبيبي طص، حتى لو غلط طص، ده هم في الغلط وبتمسكوا بيه. في واحد عديم مبادئ اتعامل معاه بعدم مبادئ، مفيش مبادئ معاك. ده انت بتاع تبالة عامل زي المره البلاله، اتعامل معاك بعدم المبادئ. انت بتكذب زيك احط على وشك. سيطرة على الاعلام، سيطرة على كل الاتحادات، دعم من الدولة غير محدود، الوزير دعم، كله دعم شغال. واحنا فين؟ ما ده طبيعي، ده نتيجة طبيعية على فكرة. كل ده تسلسل جاي ورا بعضه. وللاسف الواحد كان عمال يقول مش هيحصل مش هيحصل، والنادي الاهلي يقدر يصد. انما ما انت ما عملتش ليك قوة تصد بيها وتهاجم. السلام عليكم.